إليك وصفة جديدة وشهية من ماجي. سوف تحتاجين مكعبين من مرقة الدجاج ماجي لهذا الطبق، بالإضافة إلى المكونات التالية: اقلي واحدة متوسطة من البصل و4 فصوص من الثوم المقطع بملعقة طعام من زيت الزيتون لتحضير صلصة طماطم غنية. أضيفي ملعقتي طعام من معجون الطماطم، ومكعبين من مرقة الدجاج ماجي لتضمن الطعم اللذيذ، وكوب من الماء، وصفيحة مسحوقة من الطماطم، والأوريغانو والحبق الطازج، ثم حركي حتى تصبح الطماطم طرية. في هذه الأثناء امزجي كوب من السبانخ المثلج مع كوبين من أوراق الجرجير الطازج، وكوب من جبنة الريكوتا، وكوب من جبنة الكريمة، وبيضة واحدة لتحضير حشوة السبانخ. تأكدي من أن المكونات مندمجة جيداً. أضيفي القليل من معجون الطماطم في قدر مخصص للفرن، ثم ابدأي بصف اللازانيا. ضعي طبقة من اللازانيا فوق الصلصة، ثم أضيفي حشوة السبانخ والقليل من جبنة الموتزاريلا وجبنة الإيمونتال والمزيد من معجون الطماطم، وأعيد الكرة لطبقتين إضافيتين. رشي جبنة البارميزان على وجه اللازانيا، وضعي الطبق في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 175 درجة مئوية، واتركيه حتى يصبح لون الجبنة ذهبياً. يمكنك تقديم هذا الطبق بعد أن يبرد قليلاً مع السلطة أو الخبز بالثوم. زوري صفحة ماجي أريبيا على فيسبوك للمزيد من المعلومات حول هذه الوصفة وغيرها.